لو جيت وقلتلك ان في 33 نوع زيت كلهم احلى من بعض للشعر، اتجمعوا كلهم في ازازة واحدة عشان خاطر تستخدميهم على شعرك، يوقفوا التساقط، يطولوا الشعر، ينبتوا الشعر، يزودوا كثافته، كمان لو في اي قشرة بيضيعوها نهائيا في وقت قصير جدا. دي تجربتي انا الشخصية. انا استخدمت الزيت ده لمدة اسبوعين. ده اسمه وصفة جدتي، وهو فعلا بيفكرنا بالوصفات بتاعت اجدادنا بتاعت زمان. هو بيتكون من مجموعة زيوت كتير. هقول لكم اكتر حاجة مشهورة فيها: في جوجوبا، في ارجان، في زيت جوز هند، وفي زيت مستخلص شجرة الشاي، وفي كمان النعناع، في روزماري، وفي توم، وفي بصل، وفي ديل الحصان اللي هو اصلا بيطول الشعر. فنتائجه يعني رهيبة، كله مكتوب عليه اصلا. بصوا كمية الزيوت اهي مكتوبة كلها على الازازة. انا استخدمته، المفروض ان انا كنت هستخدمه لحد ما الاقي منه نتيجه اتكلم عنه. بامانه وبدون اي مبالغه، انا استخدمته اول استخدام بس حمام زيت 3 4 ساعات على شعري، بدون بروكاب وبدون حراره وبدون اي حاجه. رطب شعري ترطيب رهيب بجد. انا اتفاجئت اصلا من النتيجه. طبعا ما رضيتش اتسرع، لا استخدمته كمان كدهان يومي، مش بيلزق الشعر خالص، ريحته حلوه جدا، وكمان خفيف على الشعر وبيخلي الشعر مش ملزق ولا اي حاجه. الشعر كان حلو جدا لمده اسبوع كامل، مترطب وحلو قوي. كمان كررته الاسبوع اللي بعده، كمان استخدمته لمده اسبوعين كحمام زيت. ترطيبه رهيب يا جماعه، بجد نتيجته حلوه قوي. ف بصوا كمان غير ان القوام بتاعه، بصوا القوام بتاعه خفيف ازاي. يعني اصلا نتيجته هتبقى جميله بجد. انا هسيب لكم البيج بتاعتهم هنا في البايو، في الكابشن تحت، وابعتوا لهم اعرفوا منهم كل التفاصيل، شوفوا الاسعار وشوفوا تطلبوه ازاي. بس بجد تجربه انا بصراحه بشهد لها ممتازه.